فيلمنا بيبدأ على جزيرة اسمها بيرك. الناس هناك عندهم مشكلة صغيرة جدا وهي التنانين. الجزيرة كل يوم بتتعرض لهجوم من تنانين ضخمة بتخطف الحيوانات وتحرق البيوت. ووسط كل ده بنقابل هيكب، شاب ضعيف بس ذكي وبيكون بيجري من التنانين. وبيقابل ستويك زعيم القرية، راجل ضخم بيحارب التنانين من وهو طفل، وبيكون والد هيكب وبيقول لهيكب انه يروح يساعد جوبر في تصنيع السيوف اللي بيستخدموها في محاربة التنانين. وبنرجع لهيكب اللي بيكون مختلف شوية، مش قوي ولا شجاع زي بقية الفايكنج، بس عايز يثبت نفسه ويحارب مع زمايله علشان يلفت نظر استريد واللي بتكون اجمل بنت في الجزيرة. وهيكب معجب بيها بس جوبر بيمنعه، وبيجي تنين النايت فيوري وبيضرب الجزيرة، وده بيكون اخطر تنين في العالم ومحدش شافه قبل كده. وهنا هيكب بيكون نفسه انه يصطاد التنين ده علشان يثبت انه قوي، ولكن بسبب انه مش قوي كفايه فبيقرر يعتمد على ذكائه اكتر من قوته، وبيخترع آلة بترمي شباك لمسافات بعيدة علشان يصطاد بها التنانين. وبعد ما بينتهي من تصنيعها بيقرر انه يخرج ويجربها، وبالصدفة بيوقع تنين النايت فيوري. هنا هيكب بيحس بفخر وبيكون فرحان، بس فرحته دي بتنتهي لما بيجي التنين وبيبدأ انه يهاجمه، وبيهرب هيكب منه، ولكن التنين بيحاصره، وقبل ما يقتله بيدخل ستويك وينقذه. ولما التنانين بتسيب الجزيرة وتمشي ساعتها هيكب بيعتذر لوالده وبيقول له انه قدر يصطاد تنين النايت فيوري، بس ستويك ما بيصدقهوش وبيتعصب لانه عرض حياته للخطر. بعد كده ستويك بيعمل اجتماع مع اهل الجزيرة وبيقول لهم لازم يوصلوا لعش التنانين ويدمروه علشان يخلصوا من مشكلة التنانين للأبد، بس بيخافوا وبيرفضوا، ولكن بيقول لهم اللي هيفضل في الجزيرة هيخلي باله من هيكب ويهتم بيه، فبيرجعوا في كلامهم وبيوافق. بعد كده بيروح ستويك لصديقه جوبر وبيقول له ان كان نفسي ابني يكون شجاع وقوي، فبيرد عليه جوبر وبيقول له انا هقعد في الجزيرة وهدربه على محاربة التنانين مع زمايلي. بنروح لهيكب واللي بيكون بيدور على التنين اللي اصطاده، وبالفعل بيوصل له وبيكون سعيد جدا لان هيثبت لاهل الجزيرة انه قوي ومش ضعيف زي ما هما بيقولوا عليه، وبيكون لسه هيقتله، ولكن عينه بتيجي في عين التنين. ساعتها هيكب ما بيشوفش وحش زي ما كان فاكر، ده شاف كائن خايف منه، نفس الخوف اللي كان جواه من شويه. هنا هيكب بيفاجئنا بقرار غريب جدا، وهو انه هيفك التنين ويطلق سراحه. واول لما التنين بيحس انه بقى حر بيهاجم هيكب وبيوقعه على الارض، ولكن بيقرر يعفو عنه وما يأذيهوش وبيسيبه وبيمشي، ولكن مش بيعرف يطير. هنا هيكب بيرجع البيت ووالده بيودعه علشان هيروح يدور على عش التنانين. وتاني يوم بيروح هيكب لساحه التدريب علشان جوبر يدربه على القتال، وطبعا هيكب بيكون ضعيف في القتال وكان هيتقتل من تنين، ولكن جوبر بيتدخل وينقذه وبيقول له انه ما يثقش في التنانين مهما حصل لانها هتقتله. بعدها هيكب بيروح للغابه وبيتفاجئ ان تنين النايت فيوري لسه موجود. هنا هيكب بيستغرب، ولما بيبص عليه بيكتشف ان في جزء من ديله مقطوع، وده السبب اللي مخلي النايت فيوري مش قادر يطير. فبيروح هيكب وبيروح يدور في كتاب التنانين على معلومات عن النايت فيوري، بس بيتفاجئ ان ده التنين الوحيد اللي مفيش اي معلومه عنه، وبيتصدم اكتر لما بيعرف ان كل اللي قبله التنين ده مرجعوش. بعد كده بنروح لستوك وباقي اهل الجزيره وهم في رحله البحث عن عش التنانين، واول ما دخلوا منطقه فيها ضباب كتير بيلاقوا تنانين بتهاجمهم. وبنرجع بعد كده لهيكب اللي بيكون في ساحه التدريب، وطبعا بيفشل في التدريب على عكس باقي زمايله واللي من ضمنهم استريد واللي بتكون قويه ومميزه. ولما التدريب بيخلص بيروح هيكب لتنين النايت فيوري وبيكون جايب له اكل معاه، وفي البدايه التنين ما بيكونش واثق فيه، بس علشان بقاله فتره ما كلش فخد منه السمكه وكل نصها واداله النص التاني علشان ياكله. بعد شويه التنين بيجيب غصن شجره وبيبدا يرسم حوالين هيكب، ولما هيكب بيعدي كل الخطوات دي بيلاقي نفسه قريب من التنين. وهنا هيكب بيغمض عينه وبيثق في التنين وبيمدله ايده، والتنين هو كمان بيثق فيه وبيقرب منه وبيلمس ايده. بعد كده هيكب بيروح وبنلاقيه قاعد بيصنع شراع للتنين علشان يساعده على الطيران. وفي اليوم التاني بيروح هيكب للتنين وبنعرف انه سماه توسلس وبيديله اكل كتير جدا علشان ياكله، وبنكتشف ان توسلس بيخاف من التعبان السمكي، فهيكب بيرمي التعبان بعيد وبيستغل ان توسلس بياكل وبيروح يركب الشراع في ديله. ولما توسلس بيحس انه قادر يطير بيفلت جناحانه وبيطير، ولكن بيفشل، وقبل ما يقع على الارض بنلاقي هيكب فرد الشراع فبيرجع يطير تاني، لكن لما هيكب بيقع من عليه ساعتها التنين بيقع تاني. بنروح بعد كده لساحه التدريب وبنشوف هيكب وهو بيتدرب، ولكن المره دي مش بيفشل زي كل المرات اللي قبل كده. احنا بنشوف التنين ابو راسين وهو خايف منه، وبينجح هيكب انه يدخل التنين في القفص بتاعه، وده بسبب ان التنين خايف من التعبان السمكي اللي مع هيكب، وكل اللي في المكان بيتصدموا من اللي حصل. وبالليل بنلاقي هيكب بيصنع سرج لتوسلس علشان يعرف يركب على ظهره، والصبح بيروح هيكب لتوسلس وبنلاقيهم نجحوا فعلا ان هم يطيروا، بس بيقعوا على العشب. وساعتها بيكتشف هيكب ان العشب بيخلي التنين هادي، بيستخدمه تاني يوم في ساحه التدريب مع تنانين. ولما بيكون مع توسلس بيكتشف حاجات اكتر عن التنانين وبيستخدمها لما بيكون بيتدرب، وده بيخلي اهل الجزيره يحبوه ويقربوا منه ما عدا استريد اللي بتكون غيرانه منه ومفكره ان في حد محترف هو اللي بيدربه، وده بيخليها تراقبه. بنروح بعد كده لستوك واللي معاه يكونوا رجعوا للجزيره تاني بعد ما التنانين هجمتهم، وبيتفاجئ ان كل اهل الجزيره بيهنوه. ولما بيسال جوبر في ايه فبيقول له ان هيكب بقى اكتر شخص بيهزم تنانين. بنرجع بعد كده لهيكب اللي بيكون راكب على ظهر توسلس وبيتدربوا على الطيران، وهيكب بيكون مستمتع جدا بمنظر الجزيره من فوق،
ولما توسلس بيطير عالي ساعتها هيكب وقع من على ظهره، وقبل ما يقع على الارض بيوصل هيكب لتوسلس وبيرجع يطير تاني، وتوسلس بيطير بسرعه عاليه جدا بين الصخور. وبالليل بنلاقي هيكب قاعد في البيت بيروح لوالده وبيقول له انه فخور جدا بيه وبيديله الخوذه بتاعت والدته علشان يلبسها في ساحه المعركه. والصبح بيكون هيكب واسترد بيحاربوا التنين وبينجح هيكب انه يهزم التنين، وحكيمه الجزيره بتختار ان هو يقتل اول تنين ليه بكره، وده بيضايق استرد جدا وبيضايق هيكب هو كمان لانه ضد فكره قتل التنانين. وبيروح لتوسلس علشان ياخده ويمشوا من الجزيره، لكن بيتفاجئ باسترد موجوده هناك وبتتخانق معاه لانها مفكره ان في حد محترف هو اللي بيدربه. ولما توسلس بيشوفها بيحاول انه يهاجمها، ولكن هيكب بيمنعه من ده وبيعرف استرد على توسلس وبيقول لها انهم اصدقاء وان التنانين طيبه مش زي ما احنا فاكرين. بس استرد بتكون خايفه جدا ومتوتره فبتسيبهم وبتجري، بس هيكب بيلحقها هو وتوسلس وبيقفوا على شجره وبيقول لها هيكب انها تركب وراه وهيشرح لها الموضوع، فبتركب معاه وبيطيروا في السماء. تنبهر استرد جدا من جمال المنظر من فوق، وهم طايرين بياخدهم توسلس وبيدخلوا منطقه الضباب وبيشوفوا تنانين حواليهم في كل مكان وهي معاها الاكل بتاعهم. وابطال فيلمنا بيكونوا خايفين جدا وبيدخلوا كهف جوه جزيره تانية بعد الضباب، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا التنانين بترمي الاكل بتاعهم جوه حفره كبيره، وبيكون في تنين بيرمي سمكه صغيره داخل الحفره، فبيخرج تنين ضخم جدا وبياكل التنين الصغير علشان جاب اكل قليل. بس قبل ما بيرجع للحفره تاني بيشم ريحه هيكب واسترد، وقبل ما يهاجمهم بيهربوا منه وبيخرجوا من الكهف وبيرجعوا للجزيره بتاعتهم تاني. هنا استرد بتقول له ان لازم نعرف ستوك مكان العش. هنا هيكب بيرفض وبيقول لها ستوك لو عرف هيقتل توسلس، وبيقول لها انه اكيد هيلاقي حل. بعد كده استرد بتشكره وبتقول له انها معجبه بيه وبتمشي. تاني يوم بيتجمعوا اهل الجزيره وهم بيتفرجوا على هيكب وهو بيقتل اول تنين له، وستوك بيعرفهم انه فخور جدا بابنه. واول ما هيكب يدخل لساحه المعركه بيخرج تنين من القفص بتاعه وبيبدا انه يهاجم هيكب، بس بنلاقي هيكب رمى السيف بتاعه والدرع وبدا انه يهدد التنين وبيقلع الخوذه وبيرميها، وبيقول لاهل الجزيره انه مش هيقتل تنانين، وكل اهل الجزيره بيتفرجوا على اللي بيحصل وهم مش مستوعبين حاجه. وفعلا التنين بدا يهدى، ولكن ستوك بيتعصب وبيضرب بالمطرقه بتاعته على الحديد. هنا التنين بيخاف وبيرجع يهاجم هيكب من تاني، وبتتدخل استرد علشان تساعده. ساعتها هيكب بيصرخ بصوت عالي فبيسمع توسلس وبيقرر انه يروح ينقذه، وبنرجع لهيكب اللي بيكون على وشك انه يتقتل من التنين، بس بيوصل توسلس وبينقذه في اخر لحظه، وبيدخل في معركه مع التنين اللي كان هيقتل هيكب وبيتغلب عليه. ولكن اهل الجزيره بيدخلوا وبيحاصروا توسلس، ولكن توسلس بيتغلب عليهم هم كمان وكان هيقتل ستويك، ولكن قبل ما يقتله هيكب بيمنعه، وده بيدي فرصه لاهل الجزيره ان هم يمسكوا توسلس ويكتفوه. بعد كده ستويك بيلوم هيكب على اللي عمله وبيقول له التنانين دي قتلت المئات مننا، فهيكب بيقول له ما احنا كمان قتلنا الالاف منهم، وبيقعد يقنعه ان التنانين دي مش خطيره وانها بتسرق الاكل عشان في تنين ضخم جدا بياخد منهم الاكل ده، والتنين اللي مش بيجيب اكل ساعتها التنين الضخم ده بياكله. فهنا ستوك بيستنتج ان هيكب قدر فعلا انه يوصل لمكان عش التنانين اللي هو بيدور عليه، فستوك بيساله عن مكان العش فبيرد عليه هيكب انه ما يعرفوش وان توسلس هو اللي وداه هناك، وبيترجى انه ما يروحش هناك لانهم ممكن يموتوا. لكن ستوك بيعاند وما بيسمعش كلامه وبيقول له ان هو اختار صف العدو وانه مش من الفايكنج وبيسيبه وبيمشي. وبعد ما ستوك خد توسلس وركب السفن ومشيوا بتروح استرد لهيكب وبتقول له اول ما شفت توسلس ما قتلتوش، فبيرد عليها هيكب بنظره كلها هدوء وبيقول ما كنتش شايف قدامي وحش، كنت شايف كان خايف مني بيترعش زينا بالظبط. وقتها فهمت ان في حاجه بيني وبينه، احنا الاثنين مش بننتمي للعالم ده بس بنحاول نلاقي مكاننا فيه. وبعد ما هيكب شارك حكايته مع استرد بتشجعه انه يروح وينقذ صديقه توسلس وباقي اهل الجزيره من الخطر اللي مستنيهم وما يعرفوش عنه حاجه. وفعلا بياخدها ويروح لساحه التدريب وبيبدا انه يراود كل التنانين اللي هناك وبياخدهم. بعد كده بنروح لستويك اللي بيعرف مكان الجزيره من الاتجاهات اللي بيبص عليها توسلس، وفعلا بينجح وبيقدر انه يوصل لعش التنانين وبيأمر بقيه الفايكنج ان هم يعملوا فتحه في الجبل، وفعلا بينجحوا وبيرموا قذيفه لهب مشتعله في الفتحه اللي عملوها وبسببها التنانين بتخرج من الكهف، وبكده بيفتكروا انهم فازوا وان الحرب انتهت. بس بيتفاجئوا لما بيسمعوا صوت زئير بيهز البحر كله، وفجاه بيطلع من الحفره تنين مرعب وضخم جدا، تنين شكله لوحده كفيل يخلي اي حد يجري على طول. التنين ده هو اللي كل التنانين بتخاف منه وبتاكله اكل كل يوم علشان ما ياكلهمش هم. والكارثه انه غضب وبدا يهجم على السفن ويكسرها واحده ورا الثانيه، وبيكون الفايكنج في حاله هلع، السفن بتتدمر والناس بتجري والنار محوطهم في كل مكان. ولكن بيوصل هيكب واصدقائه وهم راكبين التنانين وبيبداوا ان هم يهاجموا التنين العملاق، وبينبهر كل الفايكنج لما بيشوفوهم وبيروحوا هيكب لتوسلس بسرعه وبيحاول يفك القيود اللي مربوط بيها بس مش بيقدر لوحده. في الوقت ده بيكون اصدقائه بيحاربوا التنين ولكن بيهزمهم بكل سهوله، ولسوء الحظ السفينه اللي عليها توسلس بتغرق، فبيروح له هيكب وبيحاول ينقذه تاني ولكن بيفقد الوعي، وهي دي اللحظه اللي ستوك بيظهر فيها وبينقذ ابنه ويخرجه من الميه وبيرجع وبيفك توسلس وبيخرجوا، وبيروح هيكب يركب على ظهر توسلس، وقبل ما يطير والده بيعتذر له وبيقول له انه فخور جدا بيه. وبعد كده بيطيروا في السماء وهيكب دلوقتي مش لوحده، ده معاه توسلس التنين اللي الكل بيخاف منه واللي هيكب قدر يحوله لاعز صديق، وبينزل بسرعه كبيره جدا وبيضرب التنين ضربه من قوتها بتوقعه على الارض، فالتنين بيتضايق وبيطير وراهم وبيهربوا منه بين السحب وبيضربوه من كل الاتجاهات، فالتنين العملاق بيتعصب اكتر وبيطلع نار كبيره جدا بتحرق المكان كله وبتحرق الشراع اللي متركب في ديل توسلس. هنا هيكب
هيكب بيدرك ان مفيش وقت، فبياخد مخاطره اخيره وبيستفز التنين وبينزل لتحت علشان التنين يلحقه. وقبل ما التنين يخرج نار، هيكب بيلف بتوسلس وبيولع في الغاز اللي في بقه، فالتنين بيتحرق من جوه وبيقع على الارض وينفجر. وبيحاول هيكب وتوسلس انهم ينجوا من النار، ولكن الشراع بيكون اتحرق وبيخبطوا في ديل التنين وبيفقد هيكب الوعي وبيقع في النار. لكن توسلس بينزل وراه، ولما ستوك بيدور على ابنه ما بيلاقيش غير توسلس، وكل اهل الجزيره بيقفوا ساكتين ومتجمدين من الصدمه. بس بيفاجئهم توسلس ان قدر ينقذ هيكب، وده بيخلي ستوك يشكر توسلس علشان انقذ هيكب. بنروح بعد كده لبيت هيكب اللي بيصحى بيلاقي توسلس جنبه، وبيكتشف انه فقد جزء من رجله، بس في المقابل كسب اعظم صديق في حياته وغير مصير جزيره كامله. وبيفتح الباب بيلاقي كل اهل الجزيره واقفين بره، كلهم فرحانين بيرحبوا بيه ومعاهم تنانينهم واللي بقوا اصحابهم كمان. وهنا استريد بتقرب منه وبتبوسه، وستوك بيحضنه بفخر وبيقول له انت ما بقتش مجرد فايكنج، انت بقيت البطل بتاعنا. وبتنتهي القصه بلقطه اسطوريه وهيكب راكب على ظهر توسلس وبيطير في السماء وبيقول لنا بصوته دي قصتي عن ازاي قدرت اروض تنين، او بالاصح ازاي التنين قدر يروضني. وبيخلص الفيلم عن شاب مش بس روض تنين، ده روض قلوب الفايكنج كلهم وغير تاريخ جزيره للابد. ده كان ملخص فيلم كيف تروض تنينك الجزء الاول. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، واستناني في الجزء الثاني.